أهلًا يا جماعة، إحنا كنا قُلنا إننا بنتكلم في مجموعة الفيديوهات دي عن لغة البايثون للمبتدئين، وكنا اتكلمنا في الفيديو اللي فات عن إيه هي لغة البايثون، وعرفنا أهميتها في تطوير المهارات المستقبلية زي الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي والميكنة والروبوتات وغيرها من أدوات التكنولوجيا الحديثة. وقُلنا إن إحنا عشان نبدأ نشتغل على لغة البايثون لازم نحمّل أي برنامج لتعديل الأكواد، وكنا بنفضّل برنامج الvisual studio code وشُفنا إن ليه link عندنا لشرح استخدامه، فيا ريت نكون شُفنا الفيديو وحمّلنا البرنامج قبل ما نبدأ في الفيديو بتاع النهارده. في الفيديو بتاع النهارده والفيديوهات الجاية هنبدأ نكتب في برامج بلغة البايثون. علشان كده يُفضّل إن إحنا قبل برضه ما نشوف الفيديو ده، نكون شُفنا الفيديو بتاع الprogramming concept أو المدخل لغة أو المدخل للبرمجة، وده هيساعدنا كتير في سرعة تعلُّم البرامج والمشاريع والأمثلة اللي هنقوم بكتابتها النهارده والفيديوهات الجاية إن شاء الله. في البداية قبل ما نبدأ نشتغل، لازم نبدأ ننشئ folder خاص بالشغل اللي هنعمله، وعلشان نبدأ نحمّل فيه الفايلات بتاعتنا أو البرامج بتاعتنا اللي إحنا هنشتغلها على البايثون. فأنا هاعمل folder على الديسكتوب، طبعًا إحنا ممكن نحطه في أي مكان، أنا هاعمله على الديسكتوب وهاسميه Python examples. نبدأ دلوقتي نفتح الvisual studio. بعد ما فتحنا الvisual studio نبدأ نفتح الfolder اللي إحنا عملناه أو أنشأناه على الديسكتوب، فبادوس على file وباقول له open folder. أنا هو عندي على الديسكتوب فهاقول له اللي هو اسمه python examples وهاقول له select الfolder. كده أنا بقى الfolder بقى active معايا على البرنامج الvisual studio code. قبل ما أبدأ أشتغل لازم أكون متأكدة إن أنا حمّلت الextension بتاع البايثون على الvisual studio code. ده الtabs دي بتاعة الextension أنا لو دوست عليها هتقول لي إيه الحاجات المتحمّلة أو إيه الextension اللي متحمّلة عندي، فأنا هاشوف ألاقي فعلًا إن البايثون بكل الحاجات المرتبطة بيه متحمّل عندي. وإحنا كنا شُفنا في الفيديو اللي فات إزاي ممكن نحمّل الextension بتاع البايثون أو أي extension تاني إحنا عايزينه. فكده أوكي، إحنا جاهزين إن إحنا نبدأ نشتغل. هاروح على دي الexplorer دي، هالاقي إن أنا عندي python examples ده active عندي، عايزة أبدأ أنشئ جوّه الfolder ده، أبدأ أنشئ ملف جديد، فأنا ده فالعلامة دي بتدّيني أنشئ ملف جديد تحت الfolder بتاعي، فهاقول له أدوس عليها، هيدّيني فرصة إن أنا أكتب اسم الملف اللي أنا عايزاه. إحنا البرنامج اللي هنعمله دلوقتي اسمه quiz game، فأنا علشان كده هابدأ أكتب له quiz game. يبقى اسم الملف بتاعي quiz game، ولازم أدّي له الextension اللي هو .py علشان يبقى فاهم إن ده Python program. أول ما بدأت الملف بتاعي أنشأ لي tab جديدة باسم البرنامج، وبدأ يبقى جاهز لاستقبال البرنامج بتاعي أو الأوامر بتاعة البرنامج بتاعي. أنا البرنامج بتاعي اللي هاعمله النهارده اللي اسمه quiz game ده بيبقى فكرته إيه؟ فكرته إن هو بيسأل المستخدمين مجموعة من الأسئلة اللي هتكون هنا خاصة بعواصم البلاد، وعند الإجابة الصحيحة على الأسئلة دي بيتم إضافة 1 للscore بتاعهم، وفي نهاية البرنامج بتظهر النتيجة النهائية وهو الscore أو عدد الأسئلة اللي تم إجابتها بنجاح. إحنا كخطوة أولى في البرنامج بتاعنا هنكتب مجموعة مصغّرة، هنكتب مجموعة من السطور اللي هي تعتبر صورة مصغّرة من البرنامج، هنشغّلها ونشوف إزاي البرنامج بيشتغل بيها، وبعد كده هنشرح كل أمر فيها ونتعرّف عليه ونشوف وظيفته إيه في البرنامج بتاعنا. فأنا دلوقتي عندي هاعمل copy لمجموعة السطور دي. بقت موجودة قدّامي، عايزة أشغّلها، فباجي أدوس على العلامة بتاعة الrun اللي في الجنب. أول ما بادوس عليها بالاقي إن في نافذة جديدة اتفتحت والبرنامج بدأ يتنفّذ في النافذة دي.
أول سطر بالاقي إن هو مكتوب quiz game، وده العنوان بتاع البرنامج اللي أنا كتبته في أول سطر، وبعد كده بيسأل سؤال what is the capital of France. هو دلوقتي اللي هو إحنا قُلنا إن البرنامج بيسأل عن عواصم البلاد، فهو دلوقتي بيسأل إيه العاصمة بتاعة فرنسا، وواقف مستني الإجابة منّي، الcursor واقف جنب السؤال ومستني الإجابة منّي. فأنا دلوقتي هاقول له أي إجابة say أنا قُلت له مثلًا أي إجابة، هيرُد عليّا يقول لي إيه not correct، وبعد كده الزيرو دي هو الscore بتاعي، طبع لي score 0، ما أخدتش أي score. فأنا أنا علشان إيه، علشان هو عرف إن الإجابة اللي أنا جاوبت عليها دي إجابة خطأ، فقال لي إن هي not correct وادّاني 0 score، ما زوّدليش حاجة في الscore بتاعي. لو أنا شغّلت البرنامج مرّة تانية وهنا واقف على على الcursor ده، وهو برضه بيسأل إيه capital of France، فلو أنا جيت هنا دلوقتي قُلت له باريس، اللي هي الإجابة الصحيحة، هالاقيه قال لي إيه، هالاقيه قال لي إن أنتِ correct score بتاعِك 1 دلوقتي. ده كان شكل مبسّط للبرنامج. نشوف بقى إزاي الأوامر دي قدرت تنفّذ لي إيه الشكل المبسّط، البرنامج المبسّط اللي إحنا شايفينه قدّامنا. أول حاجة إحنا شايفينها، أنا ممكن أتحكّم في المساحة دي، ممكن أصغّرها شوية كده. أول حاجة إحنا شايفينها دلوقتي هو أمر الprint، وده اللي هنتكلم عليه دلوقتي. فأنا هاوقّف تنفيذ باقي الأوامر علشان أوقّف تنفيذ مجموعة من الأوامر أو أي أمر في البرمجة عمومًا، فأنا ممكن أدّيهم علامة comment، إن هم يبقوا comment. بمعنى إيه comment؟ أي سطر واخد comment في البرنامج بتاعي ده ما يتنفّذش، أوقّف تنفيذه، وأول ما أشيل الcomment يرجع يتنفّذ عادي في الsequence بتاعه الطبيعي. فأنا دلوقتي عشان هاجرّب حاجات على الprint، فأنا هاشاور على السطور دي وهاوقّف تنفيذها وهاعمل لها comment. إزاي أعمل لها comment؟ أنا بادوس على control وعلامة الbackslash مع بعض، فكده حَط لهم علامة الهاش في الأول، فكده معناها هم comment. لو أنا دلوقتي جيت شغّلت البرنامج عندي، هالاقيه شغّل لي بس أول سطر اللي هو print quiz game، وخرج من البرنامج، ما بقاش ما نفّذليش باقي الأسطر. أنا طبعًا لو أنا دلوقتي متضايقة من الحاجات القديمة اللي متنفّذة هنا، فأنا ممكن أعمل clear للشاشة بتاعتي بإن أنا أقول له kill، أدوس على مسح الأوامر اللي موجودة في الشاشة، بحيث إن هو لمّا يبدأ ينفّذ بعد كده حاجة جديدة، ينفّذها على شاشة نضيفة. فأنا دلوقتي عندي print quiz، print ده بيبقى أمر من أشهر الأوامر طبعًا اللي موجودة في الPython. print ده بنستخدمه علشان نظهر نصوص أو أرقام أو متغيرات معيّنة على الشاشة بتاعتنا. بنستعمله إزاي؟ إن إحنا بنكتب print وقوسين، وبين القوسين دول بنكتب اللي إحنا عايزينه. فلو إحنا عايزين نكتب نص بنكتبه بين 2 quotation. لو إحنا عايزين نكتب رقم، يعني أنا دلوقتي ممكن آجي أقول له هنا print 5، أكتبه برضه بين القوسين بس من غير 2 quotation، يبقى هو كده الأرقام بنكتبها من غير 2 quotation. ممكن أعمل print أو أظهر قيمة variable معيّن. إيه هو الvariable في البرمجة عمومًا؟ الvariable هو دي مساحة في ذاكرة الجهاز بيتم حجزها وبنسميها باسم معيّن، وبنستخدمها في تخزين مؤقت للنصوص وللأرقام، بحيث إن إحنا ممكن النصوص والأرقام دي نستعملها في وقت لاحق في البرنامج بتاعنا. فأنا دلوقتي الvariable ده علشان أبدأ أعرّفه، فباجي هنا مثلًا say أنا هاعرّف variable اسمه test، باقول له test وأدّي له القيمة المبدئية بتاعته، هنا أنا هادّي له قيمة مثلًا say 10. يبقى أنا كده دلوقتي عرّفت إن أنا عندي variable اسمه test وفيه قيمة 10، أو variable بمعنى مساحة مؤقتة في الجهاز بتاعي. ممكن الvariable ده أنا أبدأ أتعامل معاه بعد كده في البرنامج بتاعي، وممكن أبدأ أطبع قيمته وأشوف قيمته على الشاشة. فأنا لو دلوقتي جيت قُلت له print، ممكن أقول له print test،
برضو اسم الفاريبل بحطه، ما بحطش معاه تو كوتيشن. الحاجة اللي بحط معاها تو كوتيشن هي ايه؟ النص اللي هيظهر زي ما هو. فانا دلوقتي اجي اشغل البرنامج بتاعي اللي هو هيشغل لي الثلاثه برنت اللي موجودين عندي فوق، مش هيشغل باقي السطور. فبقول له ران، هلاقيه ان هو بدأ يشغل لي البرنامج بتاعي. اول حاجه كويز، عمل لي اظهار لي البرنت بتاعت الكويز جيم اللي هو اول سطر. تاني سطر برنت 5 دي اظهر لي رقم 5. وبعد كده لما قلت له برنت تيست اظهر لي رقم 10 اللي هي قيمه الفاليو او الفاليو اللي موجوده بتاعت الفاريبل اللي اسمه تيست. دي كانت اول جزء احنا عرفناه في البرنامج اللي هو امر برنت، وازاي ممكن نستخدمه والطرق المختلفه اللي احنا ممكن نستخدمه بيها. انا هشيل دلوقتي الحاجات دي، احنا مش محتاجينهم، وابدا نشوف الامر اللي بعد كده. الأمر اللي بعد كده نشوف إيه الأمرين دول، نبدأ نشيل من عليهم علامة الcomment ونشوفهم. فأنا هنا باعمل إيه؟ أول حاجة إن أنا باعرّف عندي variable اسمه score، باحط فيه قيمة 0. الvariable اللي اسمه score ده هو ده اللي أنا هازوّده كل ما يبقى فيه عندي إجابة صحيحة. فأنا دلوقتي باحط فيه قيمة 0، وكل ما المستخدم بيجاوب إجابة صحيحة بازوّده ب1. بعد كده باستعمل الأمر اللي اسمه input. input دي أمر بيبقى فايدته إن هو بيطرح سؤال على المستخدم. السؤال ده بنسميه prompt، يعني input ده الأمر، والسؤال اللي جوّه ده اللي ما بين التو quotation ده بنسميه prompt. بيطرح السؤال وبيستنى إجابة. يعني هو دلوقتي المفروض إن أنا أول ما بادوس على بابدأ أشغّل البرنامج، هاشوف البرنامج كده، عمل لي quiz game اللي هو ظهر لي أول العنوان بتاع البرنامج بتاعي. score equal 0 دي حاجة داخلية في البرنامج ما بتظهرش عندي على الشاشة. وبعد كده بيقول لي what is the capital of France. what is the capital of France دي هنا، هو هنا واقف مستني إجابة منّي. فده الفرق بين الinput والprint. الprint هو ما بيستنيش منّي إجابة، هو مجرّد إن هو بيظهر message على الشاشة وخلاص. لكن الinput هو بيظهر message وبيستنى إجابة على الmessage دي. فهو الmessage دي بتكون دايمًا عبارة عن سؤال، وهو بيستنى الإجابة على السؤال. أنا دلوقتي حاطة الinput دي أو النتيجة بتاعة الinput دي حاطاها في variable اسمه answer. فأنا دلوقتي عندي variable، عرّفت variable اسمه answer، هاحط فيه الإجابة بتاعة السؤال اللي هو what is the capital of France. لو أنا دلوقتي جيت جاوبت أي إجابة، هاقول له HH، خلاص هو خرج لإن أنا وقفت هنا. أنا ممكن آجي هنا أقول له print answer، يبقى أشوف إن أنا ممكن، أنا دلوقتي عندي answer دي فيها الإجابة بتاعة السؤال. الanswer ده variable اتخزّن فيه الإجابة بتاعة السؤال اللي أنا سألته. فهاجي أشيل ده وأعمل run من جديد. هو دلوقتي واقف مستني الإجابة، فأنا هاقول له أي حاجة، هالاقيه هو طبع لي الإجابة اللي أنا كتبتها أو اللي أنا دخّلتها اللي هي GG. أنا دلوقتي محتاجة الإجابة دي تكون موجودة عندي في variable عشان أبدأ، هي دي اللي بتشغّل لي البرنامج بعد كده. عشان أنا عايزة أعمل check على الإجابة دي، لو إجابة صح فأعمل خطوات معيّنة، لو إجابة غلط يبقى أسلُك مسار تاني في البرنامج وأعمل خطوات تانية. فالحاجة اللي في البرمجة اللي بتخلّيني أقدر أسأل أسئلة، ومن خلال الأسئلة دي أبدأ أحدد مسار البرنامج حسب الإجابة اللي موجودة في السؤال، هي الIf statement. فأنا عندي حاجة اسمها if else statement. نشيل دول الcomment هنا ونبدأ نفهم الif else statement دي هتعمل إيه. أنا دلوقتي باقول له لو الanswer equal باريس، لو الإجابة اللي أنا كتبتها دي equal باريس، يبقى اللي هي الإجابة الصحيحة أو الtrue condition زي ما بنقول، يبقى ساعتها اكتب لي print correct، اظهر لي على الشاشة message إن ده correct،
وابدأ زوّد قيمة الvariable اللي اسمه score ده ب1. فدي score plus equal 1 دي بتزوّد لي قيمة الscore ب1. لا else لو هي أي حاجة تانية غير باريس، ابدأ اكتب لي الإجابة not correct، وبعد كده في الآخر print score. أنا برضه ممكن أشيل هنا آآ الcomment دي. أبدأ أشوف بقى كده أجرّب البرنامج كلّه على بعضه وأشوف هيعمل معايا إيه. دلوقتي هو واقف مستني الإجابة بتاعتي، فأنا دلوقتي هاقول له باريس اللي هي الإجابة الصحيحة، أشوف هيعمل إيه. هيقول لي correct، هو عارف إن باريس دي correct وأدّاني الscore بتاعي ب1. يعني هو دلوقتي الscore ب1 دي جابها منين؟ من هي print score. فهو لو كانت الإجابة خاطئة فكان الscore هيكون 0 زي ما أنا معرّفاه في الأول، لكن هو طالما إن هو 1 فهو دخل في الجزء بتاع الإجابة الصح، عمل print correct وبعد كده عمل score plus equal 1 إن هو زوّد القيمة بتاعته ب1. خلاص ما عدّاش على الإلس، وبعد كده عمل لي print للscore. نجرّب بقى كده لو أنا عملت إجابة خاطئة، أشغّل البرنامج تاني. لو أنا عملت أي إجابة تانية غير باريس، هنشوف هيتصرّف إزاي. عملت له أي حاجة، قال لي not correct والإجابة والscore بتاعِك 0. حافظ على الscore ب0 زي ما هو في الأول، وما ادّانيش أي ما عملش أي increment للscore، وطبع لي الscore ب0 علشان أنا عملت الإجابة خاطئة. دي كانت الفكرة المبدئية عن البرنامج. لو نلاحظ مجموعة من الحاجات كده هنتكلم عليها. أول حاجة إن أنا لمّا باجي أسأل السؤال، لمّا باجي لو أنا فضّيت الشاشة دلوقتي وشغّلت هنا، لمّا باجي أسأل السؤال بالاقي الcursor واقف لازق جوّه السؤال لازق جوّه السؤال على طول، ودي حاجة بتبقى مش مريحة. فأنا عايزة دلوقتي أعمل مسافة ما بين الcursor وما بين السؤال علشان تبقى مريحة للعين أكتر. فباجي علشان أقدر أعمل المسافة دي، فباجي هنا قبل علامة الquotation بابدأ أزوّد المسافة اللي أنا عايزاها. فهنا لو أنا جيت دلوقتي عملت run تاني، أنضّف الشاشة وأعمل run تاني. فآدي الcursor دلوقتي واقف، هالاقيه فعلًا عامل مسافة ما بين السؤال وما بين الcursor، فده بيدّي راحة أكتر في الاستخدام. من الحاجات برضه اللي كنا عايزين نلفت النظر بيها إن الIf condition في الPython بتتّبع قواعد المقارنات الظاهرة عندنا في الصورة. ففي حالة الequal أو التساوي بتستخدم علامة الdouble equal مش equal واحدة. وفي حالة عدم التساوي بتستخدم علامة الnot equal اللي ظاهرة قدامنا دي، اللي هي علامة التعجب مع equal. وفي حالة الأقل من والأكبر من بتستعمل العلامات الموضحة عندنا. لمّا باجي أعمل increment لأي variable عندي، فباقول له score plus equal 1. لو قُلت له score plus equal 2 يبقى هو هيزوّد لي القيمة بتاعة الscore ب2. هي دي بالضبط زي لمّا كنت باقول score equal score plus 1 أو score equal score plus 2. فهو في الPython أو وفي برامج كتير يعني بيستعملوا بدل ما أقول له score equal score plus 1 بيستعمل score plus equal 1. في الIf statement لازم هنا باحط له الcolons دي، بعد كلمة if واكتب له هنا الif وبعد كده الشرط اللي أنا باحطه، وبعد كده الcolon. وبرضه في الelse لازم أحط له الcolon. فهو في الif statement لازم أستعمل الcolon بعد ما أكتب الif والشرط بتاعي ما بين في الif statement وفي الelse. فدي من الحاجات لو أنا شِلتها هيدّيني error. هتلاقيه واقف لي هنا في حاجة غلط بالنسبة له، واقف هنا وهيقول لي إن في error مش صحيح. فهي طبعًا لازم أحط هنا على الcolons دي علشان يبدأ يفهم البرنامج بشكل صحيح. من الحاجات المهمة برضه جدًا موضوع الtabs جوّه الif statement. يعني أنا دلوقتي دي الأمر بتاع الprint والأمر بتاع الscore دول بيتنفذوا
إمتى؟ بيتنفّذوا لو الcondition ده صح، لو الanswer equal باريس. فهو لو لازم أدخل بيهم بالتاب جوّه علشان يبقى فاهم إن دول تحت الanswer equal باريس. الelse بتبقى تحت الif، واللي هيتنفّذ مع الelse برضه لازم يدخل بتاب تحت هنا. تحت ال ب يز لازم يدخل بتاب من تحت الelse. لو دلوقتي أنا عندي الprint score دي في نفس المستوى بتاع الF، فهي ما بتتنفّذش تحت الF، بتتنفّذ بعد ما الF بتخلص، فهنا ده معناه إن هي بتتنفّذ بعد الF ما بتخلص. فأي أمر هاحطه على نفس المستوى بتاع الF هنا، يبقى ده بيتنفّذ بعد ما الF بتخلص. أي أمر هادخل بيه بتاب جوّه هنا بعد في الجزء بتاع الif، يبقى هيتنفّذ لمّا الanswer، يعني أنا دلوقتي ممكن آجي أقول له هنا print score، يبقى هنا واشيل print score دي، يبقى هو مش هينفّذ لي الprint score دي غير لو الanswer equal باريس. لو أنا جيت عملت نضّفت وعملت هنا، قُلت له باريس، عملها لي اللي هي اللي طبع لي الscore اللي هو ب1. لو أنا عملت تاني وقُلت له أي score غلط، أدي كده، مش هيطبع لي الscore. ليه؟ لإن الscore دي ارتبطت بالanswer equal باريس، بالcorrect answer، فمش هتطبع مع الuncorrect answer. إحنا دلوقتي عايزين الscore تطبع في كل الأحوال، عشان كده أنا أنزّلها وأحطها هنا. شوف هنا ليه مدّي كده، ما دامه مدّي الخط الأحمر ده، ده دليل إن هي إن في error عندي. وأنا ليه الerror ده موجود؟ علشان هي مش على نفس المستوى بتاع الelse، فهي لمّا تبقى على نفس المستوى ده، هي يبدأ يفهمها بالشكل الصحيح بتاعها. من الحاجات برضه اللي إحنا عايزين نتكلّم عليها، أنا دلوقتي عندي جوّه البرنامج أنا مدّية له الanswer باريس، الanswer باريس كلّها مكتوبة small. فلو أنا جيت دلوقتي هنا شغّلت البرنامج وقُلت له كتبت له باريس مثلًا هنا capital وبعد كده small، هو مش هيفهم إن دي باريس صح، هيفهمها إن هي not correct. ليه؟ لإن في اختلاف ما بين في الcapital والsmall، ما بين الحروف اللي أنا مدخّلاها والحروف اللي متخزنة عنده في البرنامج. فطبعًا دي حاجة بيبقى أي حد مُعرّض ليها إن هو يدخّل حروف capital وsmall للإجابة بتاعته. فعلشان كده أنا علشان أقدر أغيّر أو أ أتلا ألاشي المشكلة دي، فأنا عندي هنا حاجة اسمها lower وupper. في عندي function اسمها lower وfunction اسمها upper. lower وupper دي بيحوّلوا لي النص لupper أو lower case زي ما أنا عايزة. فأنا علشان أقدر أتغلب على المشكلة دي وما تعمليش مشكلة مع المستخدمين، فأنا باجي أحط أزوّد له الfunction بتاعة الlower مع كلمة الanswer. فباجي هنا عند الanswer وأقول له dot lower. فكده أنا لو أنا جيت حطيت له دخّلت له بأي نوع من الcapitalization مختلفة عن اللي هو موجودة عنده، هو هيحوّلها lower، وبحيث إن هو يقدر يقارنها صح مع اللي مكتوبة عنده. فأنا دلوقتي لو جيت عملت run وكتبت له فرانس بالcapital، كتبت له باريس هنا بالcapital، المفروض إن هو دلوقتي يبدأ يفهم إن هو هياخد باريس الcapital دي، ويبدأ يحوّلها لsmall letter. هيحوّلها إزاي لsmall letter؟ لإن أنا قايلة له الanswer خُد الlower بتاعها، وقبل ما تبدأ تقارنها مع باريس اللي هو الاسم اللي مكتوب عندك في البرنامج، حوّلها لlower letter أو low letter أو small letter علشان تبدأ تقارنها. فهو لمّا يحوّلها لlow letter ويقارنها هيلاقي الإجابة صحيحة. دلوقتي أقول له أوكي، لقى لي الإجابة correct. أنا ممكن أحُط الlower دي مع الanswer وممكن أحُطّها مع الinput. يعني أنا ممكن برضه آجي هنا أقول له بدل ما أحُطّها هنا،
ممكن آجي مع الinput هنا وأقول له dot lower. فهو أي input عندي أو أي إجابة أنا هادخّلها له قبل ما يحطها في الvariable اللي اسمه answer هيحوّلها لlower case يبقى ساعتها الanswer على طول فيها lower case فيبدأ يقارنها بالشكل المضبوط بتاعه. لو أنا جرّبت برضه تاني وقُلت له هنا باريس مثلًا واحدة capital واحدة small أو عملت أوكي، أشوف هيعمل إيه. هالاقيها لي إن هو correct والscore بتاعي ب1 علشان أنا دلوقتي مديّة له إن هو يحوّل لي الإجابة لlower قبل ما يحطها لي في الanswer. آآ طبعًا برضه من الحاجات المهمة أوي اللي إحنا لازم ناخد بالنا منها إن إحنا الspelling لو أنا دلوقتي دخّلت له باريس وبالlower small بس في غلطة في الspelling عن اللي موجودة هنا، طبعًا برضه ما هيفهمها بشكل غلط، فلازم أكون متأكدة إن أنا باكتب الإجابات بالشكل الصحيح علشان المستخدم لو كتب بشكل صحيح ما تظهرلوش أي مشكلة. فلو أنا دلوقتي جيت قُلت له مثلًا نشوف وجيت لو أنا جيت هنا وقُلت له فأي غلطة في الspelling بتاعة الإجابة أو مش غلطة أو أي اختلاف في الspelling في الإجابة عن اللي مكتوبة جوّه البرنامج، ممكن يخلّي البرنامج ما يفهمش الإجابة صح، ويبدأ يمشي في مسار مختلف عن اللي أنا محددة له. من الحاجات برضه اللي إحنا عايزين نشوفها إن إحنا عندنا في الscore في الprint إن إحنا عندنا في الprint ممكن أعمل concatenation أو أقدر أطبع أكتر من حاجة مع بعض في نفس السطر أو في نفس الline. يعني أنا دلوقتي عندي هنا print ممكن أقول له print score وممكن أقول له print هنا وأكتب له message كده my score. على فكرة إحنا ممكن تبقى quotation double quotation وممكن تبقى single quotation اللي ما بين اللي في الprint اللي هي أنا يعني ممكن هنا دي لو أنا print quiz دي بدل ما تبقى double quotation ممكن أخلّيها single quotation فهي بيقبل كده وبيقبل كده، فإحنا استعملناها هنا double quotation هنستعملها هنا single quotation. فأنا دلوقتي عندي حاجة اسمها concatenation إن أنا ممكن أقول له print my score is وأبدأ هنا أقول له plus plus دي هي اللي بتعمل لي الconcatenation أو الربط ما بين أكتر من حاجة مع بعضها، بحيث إن أنا أقدر أظهرهم كلّهم في سطر واحد. بس هي بتشترط الconcatenation دي أو علامة الplus دي بتشترط إن كلّه لازم يكون string يعني أنا دي string أو دي text لازم اللي أنا هاربطه برضه بيه أو اللي هييجي بعده ده يكون string أو text. أنا دلوقتي عندي الscore ده ما فيهوش text ده قيمة أو أو number فأنا علشان أحوّله لstring فأنا باجي هنا وأقول له string وأبدأ أحُط له كده. أنا في عندي function اسمها string بادخّل فيها اسم الvariable بتاعي، وهو يحوّله لي من numeric لstring وأنا باحتاج حاجات زي كده علشان أقدر أعمل inconcatenate طبعًا في أوقات كتيرة باحتاجها، بس من ضمن من الأوقات اللي أنا باحتاجها فيها إن أنا باكون عايزة أعمل concatenation لأكتر من حاجة مع بعض في الprint. فهنا دلوقتي بالشكل ده هيظهر لي كلمة print my score is وبعد كده هيكتب جنبها القيمة بتاعة الscore بتاعتي. نشوف بقى تأثير حاجة زي كده إزاي على الشغل بتاعي. فأنا دلوقتي هاقول له باريس، دلوقتي ادّاني message my score is 1. لو أنا ما كنتش حطيت string وخليتها my score plus score بس كده، كان هيدّيني error ومش هيقبل ينفذها. ادّاني error type can only concatenate are string not integer. فلازم تحوّلها لstring فهو علشان أقدر أنفّذ الconcatenation دي أو إن أنا أربّط أو أجمّع أكتر من text مع بعض في سطر واحد، أظهرهم في سطر واحد لازم يكونوا كلّهم متحوّلين، لازم يكون كلّهم string أو لو هم أرقام يتحوّلوا
لstring من خلال الfunction اللي هي بتاعة string. طبعًا لازم ناخد بالنا إن إحنا دلوقتي عندنا الأقواس لازم ما دام عندي هنا قوس اللي بالأصفر ده لازم يتقفل بالقوس ده، القوسين الداخليين اللي هم بتوع الscore string of score دول خاصين بالfunction بتاعة الstring. فهي الأقواس طبعًا ولازم أي قوس يكون ليه بداية، لازم يكون ليه نهاية، دي من الحاجات اللي لازم ناخد بالنا منها في كل البرامج اللي إحنا بنعملها. دي كانت الخطوة الأولى اللي إحنا شُفناها، وشُفنا إزاي ممكن فهمنا إزاي ممكن نبدأ نسأل أسئلة، وإزاي ناخد الإجابة ونعمل check على الإجابة وندّي message، وإزاي ممكن يبقى عندنا score ونبدأ نعمل له increment للscore بتاعنا. إحنا دلوقتي اشتغلنا على سؤال واحد، نبدأ نجمّع مجموعة من الأسئلة، فنعمل هنا copy للجزء ده، ونبدأ نكرره بأسئلة مختلفة. طبعًا أنا هنا لازم ما دامي هابدأ if statement لازم هابدأ من الأول، فلازم آخد بالي من أنا واقفة فين في الtab بتاعتي. فكده أنا دلوقتي عندي answer input what is the capital of France. هنا بقى what is the capital مثلًا say of Egypt. وبعدين في الإجابة هاقول له كايرو. آخد copy تانية وأسأل سؤال تاني. what is the capital مثلًا of UK. هنا هاقول له لندن. واخد أعمل copy تانية وأسأل سؤال تاني مثلًا what is the capital of Italy. وهنا هاقول له روما. أبدأ بقى أشوف أجرّب كده وأشوف الدنيا هتمشي إزاي. ننضف هنا، ممكن أطلّع دي فوق شوية. هنا فرنسا هاقول له باريس، هيقول لي correct. Egypt هاقول له كايرو correct. UK مثلًا هاقول له أي حاجة، فيقول لي not correct. Italy مثلًا هاقول له روما، فيقول لي correct. هيقول لي أنتِ دلوقتي عندِك الscore بتاعِك 3. ليه؟ لأن هو 4 أسئلة أنا عملت واحد غلط، فبقوا الscore بتاعي 3. ممكن برضه أستعين بيه إن هو يعمل لي زي percentage أنا جِبت كام في المِيّة. فممكن هنا آجي أقول له أنا دلوقتي عندي 4 أسئلة، فprint string score على 4%. يعني هو هيجيب لي كده plus علامة الpercentage، هاحطها بين 2 quotations. لو إحنا فاهمين كده دلوقتي إن أنا دلوقتي باقسم عدد الscore أو عدد الأسئلة اللي صحيحة اللي أنا جاوبت عليها، باقسمها على 4 علشان أعرف هي نسبتها كام من عدد الأسئلة الصحيحة من عدد الإجمالي للأسئلة، وباضربها في 100 علشان أجيب الpercentage بتاعتها. أشوف دي هتتنفذ إزاي. نعمل clear. هنا هاقول له باريس، Egypt كايرو،
هنا اي حاجة، هنا اي حاجة. قال لي انت السكور بتاعك 2، نفذتي 50% صح من الاسئلة. ليه 50%؟ ليه؟ لان هما 2 من ال4، فنص الاسئلة انت جاوبتيها صح، يعني جبتي 50%. كده حاجة أخيرة كنا عايزين نعملها قبل ما نسيب البرنامج بتاعنا، إن إحنا كنا عايزين نضيف هنا if statement في الأول. نسأل الراجل ده، أنت هو دلوقتي بعد ما فهم إيه هي اللعبة، إحنا عايزين نقول له do you want to play، فهقول له مثلا playing. هنا عندي هعرف له variable اسمه playing، وهقول له input do you want to play، وهديله برضو السبيس، وأقفل ال طبعا. في انا كده عندي غلطه، هو بيديني القوس الاحمر، ده دليل ان انا عندي غلطه، لان انا ما عملتش الكوتيشن في الاول. فانا دلوقتي بساله do you want to play، والاجابه هحطها في variable اسمه playing. وبعد كده هبدا اعمل تشيك على الفاريبل ده. if playing not equal yes، ولازم قلنا مع الاف لازم اجي هنا واعمل الكولون. لو هي مش equal yes، فهقول له كويت، اخرج من البرنامج خالص. يعني اي اجابه هيقولها غير يس يخرج بره البرنامج خالص. وبعد كده لو هو قال لي لو قال لي يس، هيبقى ساعتها يبدا يكمل في البرنامج بتاعي زي ما انا عايز. نبدا ننفذ كده ونشوف. do you want to play، فهقول له يس. يبدا هقول له هنا كايرو. خلاص هو كده انا قلت له يس، فبقى اشتغل في البرنامج ونفذه. لو انا قلت له نو، نشغل مرة تانية ونقول له اي حاجة تانية. نو حاجة غير يس. نو، المفروض ان هو يعمل لي يخرج بره البرنامج خالص. كويت دي معناها دي دي فانكشن موجودة في البايثون ان هي تخرجني بره البرنامج بتاعي. آه، احنا كده نكون وصلنا لنهاية الاكزامبل بتاع النهاردة. شفنا ايه هي البرنت، وعرفنا استخداماتها المختلفة، وشفنا البرومبت، وشفنا الانبوت والبرومبت، وشفنا ايه هي استخداماتهم، وشفنا الفاريبلز وازاي ممكن نستخدمه داخل البرنامج بتاعنا. وعرفنا ايه هي الاف ستيتمنت وايه الالس، وازاي ممكن نستخدمهم في البرنامج بتاعنا، بحيث ان احنا نحدد مسار البرنامج على حسب الاجابات اللي بتجيلنا. شفنا ان في مجموعه من الفانكشنز اللي ممكن تساعدنا، زي اللور والابر كيس اللي هي ممكن تساعدنا، وزي السترنج فانكشن. وطبعا في مجموعات كبيره جدا، لما طول ما احنا شغالين هنتعرف عليها، بتساعدنا في الشغل بتاعنا في البرمجه بتاعتنا. يا ريت الموضوع يكون كان مفيد بالنسبه لكم وتكونوا استفدتوا منه، ونشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله مع اكزامبل جديد. سلام.